اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة هي إطار تأسس بعد اعتقال تحكم لرشيد نيني، وشاركت فيه عدد من الهيئات السياسية والحقوقية والاجتماعية، فيها جميع المنظمات الحقوقية الفاعلة في الحقل الحقوقي المغربي. السياق الذي يجيء في هذه الوقفة فهو سياق ما بعد النطق بالحكم الاستئنافي الذي أكد الحكم الباطل للحكم الابتدائي، وهو ما يطرح السؤال نزاهة القضاء في المغرب. هذا القضاء الذي فضحه رشيد نيني في أكثر من مناسبة، وفضح تبعيته للجهاز التنفيذي وعدم استقلاليته وفقدانه لمهابته المفروض. في هذا السياق جاءت هذه الوقفة لتندد بالتحكم وبتقديم القانون الجنائي على قانون الصحافة، خلافا للقانون الذي يقدم في جميع دول العالم الديمقراطية القانون الخاص على القانون العام. والقانون الخاص في هذه القضية هو قانون الصحافة الذي ينظر ويبث في قضايا النشر. والوزارة فوق القانون، وهذا عيب هذا عار، والصحافة في خطر، الحرية في خطر، ويا مخزن لا تطمع، ويا مخزن خصك ترحل، وما بقى عندك حتى حل، يا مخزن ويا شباب، ويا مخزن ويا شباب، ويا مخزن ويا شباب، ويا مخزن ويا شباب، راشد نيني لن يهرب، راشد نيني لن يهرب. الفنان محمد عنقاوي ممثل ومنفذ إنتاج لسلسلة الحر والغندة، وهي سلسلة على مثل هذه الظواهر. العمل ديالها هو أنك تشير بالأصبع لمكان الخلل، فين كاين الخلل، بحال مثلا هذه المثل ديال الأستاذ رشيد، الخلل في القضاء، لأن القضاء ليس بنزيه ولا يحكم بالحق. هذا هو اللي كاين بالنسبه للاستاذ رشيد نيني. اما بالنسبه مع عينه من الشعارات قويه، النزاهه، حريه التعبير، حريه القضاء، حريه المراه، لا شيء من هذا القبيل. يريد حريه لرشيد، الشعب يريد حريه لرشيد، الشعب يريد حرية لرشيد. الفساد عكسه والحرام بنفكر، والحرام بنفكر، وحنايا بنفكر، وحنايا بنفكر، وعلى رشيد بنفكر، على رشيد بنفكر. برنامج نظري ديال اللجنة كنلقاو انه ضعيف. اللي بهذه المناسبة كنعاودوا سواء في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الاستئنافية، وحاولنا اننا نبين للمحكمة بانه المتابعة ديال رشيد نيني لانها كانت متابعة غير قانونية باعتبار انه صحفي ويجب ان يحاكم في اطار قانون الصحافة مثلا القانون الجنائي، ولكن مادام ان الملف كان بطابع سياسي فاخذ توجه اخر وتمت متابعته في اطار القانون الجنائي. ومن طبيعة الحال في هذا الاطار هذا كانت المحاكمه كنعتبروا حنا كدفاع، لان كانت محاكمه سياسيه اكثر منها كانت قانونيه. الحكم الابتدائي يؤكد على انه فعلا من يقف وراء هذه المحاكمه على انه قد وصل الى غايته، وهو ان يبقى رشيد نيني في السجن الى ان تمر هذه المرحله. باش نتضامنوا مع الصحفي الأستاذ رشيد نيني الذي سلبت منه حريته ظلما وعدوانا لإبداء آرائه وللتطرق لملفات الفساد
داخل المغرب، ومن ورائه بالتضامن مع كل معتقلين سلبت حريته ظلما وعدوانا. وهذا يوضح زيف الشعارات التي يرفعها المخزن، شعارات العهد الجديد: حرية الصحافة، حرية استقلال القضاء. وهذا تبين بأننا ما تغيرت في النظام الجديد إلا الوجوه. هو المسؤول، هو الشفار، هو القماع. تحية نضالية باسم حركة المصير وبالنيابة على جميع المعطلين بالإقليم، على جميع المعطلين بالإقليم وبالمغرب كاملة بأكمله. نحيي صمود رشيد نيني في هذه الوقفة هذه التضامنية مع رشيد نيني، واللي دعت لها اللجنة الوطنية لدعم الصحفي رشيد نيني ولدعم الصحافة. بطبيعة الحال لا يسعنا كمناضلين إلا أن نأتي هنا ونساند هذا الصحفي، هذا القلم الجريء، هذا الصحفي المتميز على خطه التحريري الفريد من نوعه، من طبيعة الحال الفاضح، يسمونه هناك المشاكس. تحياتنا نحن شباب تغيير، نحن شباب الحرية، نقول له عش أيها القلم الحر، أيها القلم النزيه، أيها القلم الشريف. ونحن كلنا رشيد نيني وسنبقى خلفك دائما، سنناضل من أجل حريتك، وحريتك هي أنك تمكنت من أن تصل إلى قلوب جميع المغاربة. شكرا رشيد نيني، شكرا ألف شكر.